أيها الإخوة الكرام، إنكم مقبلون على أيام هي خير أيام العام، اختصت بعدد من الفضائل، وترغيبا في هذه الأيام واستغلالها أذكركم وأذكر نفسي بشيء مما ورد في فضلها. ومن ذلك أن الله تعالى أقسم بها، وهو العظيم سبحانه وتعالى، ولا يقسم إلا بعظيم عنده. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وغير واحد من السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة. وقال ابن كثير رحمه الله وهو الصحيح، أي أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، أقسم الله تعالى بها لعظم شأنها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة.